هذا هو علي المرابط، الصحفي والناشط الحقوقي. تزاد في 1959 في نواحي الحسيمة، وكبر في أسرة أمازيغية متواضعة، وكمل قرايته ديال الثانوي في القنيطرة، ومن بعد مشى الرباط ومورها فرنسا فين كمل قرايته في الآداب. المرابط ما عمرو كان سياسي ولا مناضل حقوقي، ولكن كان صحفي كبير كيتضرب ليه ألف حساب، والظلم والإقصاء ديال المخزن خلاه يولي من أشرس المعارضين والمناضلين الحقوقيين خارج المغرب. وما عمرو تسجلت عليه شي حاجة تمس السمعة متاعو، واخا حاولت الأجهزة الأمنية المغربية بكل الطرق باش تشوهو وتمارس عليه مختلف أشكال التشهير والتلفيق للاتهامات. خلال المسيرة الصحفية متاع علي المرابط كان معروف عليه الكتابات الجريئة والانتقادات اللاذعة ديال السلطات، وكان هو ومجموعة من الصحفيين الأحرار وأسبوعية دوما ماغازين ولو جورنال والصحيفة من أهم الأشياء اللي ميزات العشر سنين الأولى من الحكم ديال الملك محمد السادس، فين كان المغاربة كيتسناو هاد الجرائد والمقالات ديال علي المرابط بلهفة كبيرة. إلا أن المرابط وقع عليه بزاف ديال المضايقات والاضطهاد، وفي 2003 تحكم عليه ب3 سنين ديال الحبس بالتهمة ديال الإساءة للملك، ومن بعد 7 شهور خرج بعفو ملكي. إلا أنه تمنع من الصحافة 10 سنين في أغرب حكم في تاريخ المغرب. من بعد ما تسالت 10 سنين ديال المنع من الصحافة في 2015، بغى المرابط غير يبدل لاكارت نتاعو، إلا أن السلطات دارت ليه جميع العراقيل باش ما يجددهاش. حتى لغشت 2015 عاد خدا التوصيل ديال تجديد لاكارت والباسبور نتاعو من القنصليات المغرب في برشلونة. في 2019 أعطته المؤسسة ديال بين كاتالا الإسبانية الجائزة ديال الصوت الحر احتفالا بيوم الكاتب المضطهد، تقديرا للشجاعة متاعو على الدفاع على حرية التعبير ومواجهة الضغوط والمضايقات والإقصاء اللي تعرض ليه. المرابط اختلفنا معاه ولا اتفقنا تيبقى من أهم ما ميز بداية الألفية في المغرب، وطبعا ما يمكنش يقارنوا شي حد بالحثالات ديال الأحداث المغربية، ولا ديك التافه ديال توفيق بوعشرين، ولا المرتزق رشيد نيني. الصحفي علي المرابط واخا كاع المضايقات اللي وقعت ليه مازال تيدير الصحافة من المنفى متاعو في اسبانيا، ومستمر في تسليط الضوء على القضايا ديال حقوق الإنسان وحرية التعبير في المغرب.